بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. موضوع اليوم إن شاء الله تحت عنوان: كيف استطاعت روسيا طرد فرنسا من دول الساحل، وما علاقة ذلك بالنظام الجزائري. السفير السابق لفرنسا في الجزائر كتب تقرير للحكومة الفرنسية يخبرها أن الأخطاء التي يقع فيها النظام الجزائري سواء في منطقة الساحل والأخطاء الاقتصادية والسياسية مع المغرب إلى غير ذلك سوف ينعكس سلبا على فرنسا، وهي التي سوف تدفع الثمن. وهذا فعلا ما وقع. بعد شهر أو شهرين من هذا التقرير جاءت النتائج السلبية لفرنسا. هناك طرد فرنسا من النيجر، من مالي، من بوركينا فاسو، من الغابون، من السنغال إلى غير ذلك. فأصبحت الكارثة على فرنسا، والسبب كما قال السفير هي الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الجزائرية، وهي سببت في هذا المشكل. لم تكن هي كل شيء لكن سببت. لكن الحقيقة أن فرنسا هي أيضا ارتكبت الأخطاء، وهذه الأخطاء انقلبت عليها. شنو هو الخطأ اللي ارتكبت فرنسا؟ فرنسا هي صنعت النظام الجزائري قصد منعه أو منع وحدة المسلمين في الغرب الإسلامي، لأن المسلمين اجتمعوا عليها في طردها من إبان مرحلة الاحتلال والاستعمار. فهي قامت بمسألة فرق تسد، ونصبت نظاما في الجزائر يعادي المغرب ويعادي كل من يمكنه أن يشكل وحدة ضد فرنسا. الآن أصبحت النتائج انعكست على فرنسا، وأصبحت هي التي تدفع الثمن وقد دفعت الثمن. هذه هي المشاكل التي جعلت روسيا أو سهلت الأمر لروسيا من أجل طرد فرنسا من منطقة الساحل. هذا هو من المسائل اللي هي فرنسا أيضا وقعت فيها. ما السفير علي يقول أن حتى فرنسا أيضا هي التي أخطأت في حق الجزائر وفي حق المنطقة وفي حق المسلمين في الغرب الإسلامي. هذه هي الحقيقة. إذن الآن نذهب إلى الأخطاء النظام الجزائري. اخطاء النظام الجزائري هو أنه استجاب لرغبة فرنسا، فقام بالانقلاب على الحكومة الشرعية التي أقامتها الثورة الجزائرية بقيادة فرحات عباس إلى غير ذلك. فهذا خطأ من النظام الجزائري. الخطأ الثاني هو الحبال الفكرية التي أصبحت يتشبث بها النظام الجزائري، مرة مع فرنسا، مرة مع اشتراكية في الاتحاد السوفيتي إلى غير ذلك. فأصبحت واحد الفلسفة فكرية عندهم أن الحياة كلها صراع. فأصبحت مثلا الأحزاب الجزائرية كلها صراع، جبهات التحرير، جبهات الاشتراكية، جبهات كل شيء جبهة، كل شيء بغى يتضارب. الشوارع في الجزائر كلها جبهات وصراع وكذا، كلها ما فيهاش مصطلحات حضارية بحال مثلا حي السلام، حي الآمال، حي كذا. لا، ما عندهم غير هاد مثلا هاد الكلام هذا، وهاد الأسماء توجدها في المغرب. مثلا هذا حي السلام، هذا حي الآمال، هذا وفاء، هذا كذا. هما لا، غتمشي عندهم دابا الجزيرة تلقاها الصراع، هذا جبهة وهذا بغا يتضارب، وهذه هي السميات ديال المضاربة وصافي. هذه بمعنى واحد الفلسفة صنعت الرأي الجزائري أنه إنسان متعصب. لذلك الجزائري لا يستطيع أن يحاورك بأعصاب هادئة. دائما إذا اختلف معك يلجأ إلى السب والشتم، لأن هذه المسألة كبيرة عليها ونشأ وترعرع عليها ولم يستطيع الانفلات منها. هذا هو المشكل. هذه من الأخطاء اللي وقع فيها النظام الجزائري، وهذه الأخطاء هذه انعكست على مصالح فرنسا في المنطقة، وسهل الأمر لروسيا فاستطاعت أن تطرد فرنسا من المنطقة. إذن فلسفة الصراع للأسف الشديد عندهم واحد الفلسفة يعتبرون أنفسهم أقوى الناس وشواك أفريقيا، هما. هذه فلسفة للأسف جاءتهم من فكر اشتراكي إلى آخره، من تأثر الفلسفة النظام الجزائري وانعكست على الشعب الجزائري. إذن هذا السبب ديالها والحبال ديالهم.
المسألة الأخرى دعم الانفصال يعني كلف الجزائر وجعل دولة كلفها كثيرا من الأموال وشراء الأسلحة والعداوة مع المغرب ومع مالي إلى غير ذلك. هذا كلفها أموال كثيرة ووقت طويل وخلى دولة متخلفة ولم تستطع التقدم رغم الإمكانيات الكبيرة الموجودة في الجزائر. فإن الجزائر لم تستطع التقدم. لماذا؟ لأنها لجأت إلى الصراع، لجأت للأسف إلى دعم الانفصال وإلى المشاكل وإلى الحروب وأهملت التقدم وأهملت الحضارة. يعني أن مثلا النظام الجزائري لا يعرف معنى الحضارة أصلا. يعني الناس الذين يقودون هذه البلاد يعني ناس متخلفون فكريا وحضاريا، ما عندهمش الفكر ديال الحضارة أصلا باش يبنيوها. الفكر اللي عندهم ديال الصراع، هو أنه واش واكر، هو أنه يغلبك، هو أنه يتعدى عليك، هو يفتخر بالظلم ويفتخر إلى آخره من الأمور. يعني رغم أنهم مسلمين ولكن هذه الأمور يعني عندهم شيء عادي جدا، يظلمك ويفتخر أنه يظلمك ويقدر على ذلك للأسف. وهذه أفكار للأسف انتقل حتى إلى الشعب الجزائري، وهذا المشكل يعني. وهذه الأفكار هي اللي قد يعني تنسيب الشعب كامل، يعني تخليه واحد الوقت يعني في خبر كان إلا لم يكون واحد التراجع رجعوا إلى الإسلام ديالهم وإلى الحضارة. الآن نتكلموا على سبب الصراع مع فرنسا. سبب الصراع مع فرنسا يعني سبب الصراع الجزائر مع فرنسا. السبب الصراع هو أولا خروج فرنسا من دول الساحل بسبب الأخطاء التي وقعت فيها الجزائر، لأن الجزائر كانت تمول الإرهاب في المنطقة وفرنسا تعرفها ذلك وسكتت عنها. فهذه الأمور أثرت على الاقتصاد المناطق دول الساحل وجعلت هناك انقلاب على الحكومات السابقة. والحكومات السابقة طردت فرنسا لأنها كانت تستغل المعادن إلى غير ذلك. هذه هي الأمور اللي جعلت مثلا الخروج من دول الساحل هو اللي جعل فرنسا تنتقم من الجزائر، يعني كأنها هي من الأسباب التي جعلتها تخرج. المسألة الأخرى تمويل الإرهاب. فرنسا تعرف أن نظام الجزائر كان يمول الإرهاب في منطقة الساحل، لكن سكتت عنه لأنه لا يهمها. لكن في الحقيقة ذلك أثر عليها، وهو كان من الأسباب التي جعلها أن تخرج من منطقة الساحل، لأن السبب ذاك تمويل الإرهاب، والإرهاب هو اللي جعل مثلا مالي دولة متخلفة وانقلب العسكر على الرئيس وقع انقلاب إلى آخر ذلك، وضاع كل شيء. ضاعت فرنسا من المصالح ديالها لأن كانت موجودة عندها في دول الساحل، والجزائر أيضا لا زالت تعيش مشاكل مع دول الساحل إلى الآن. وهذا كله سبب الأخطاء ديالهم هما كاملين. يعني من الأسباب اللي أيضا اللي جعلت الصراع يكون بين الجزائر وفرنسا هو محاولة الجزائر تقسيم المغرب. فرنسا ما عندهاش مشكل مع تقسيم المغرب، ربما إلا دفعت الجزائر لهذا المشكل هذا، لكن في وقت من الأوقات الآن لا، أصبحت مصلحتها أن يبقى المغرب دولة موحدة. لماذا؟ لأن الناتو، حلف الناتو بشكل عام، لا يسمح لدولة لها علاقة بالمعسكر الشرقي ولو قديما أن تطل على المحيط الأطلسي، لأنه هذا هو حلف أطلسي أصلا. ومثلا كوبا اللي موجودة معه في الأطلس هي سببت لهم مشاكل كبيرة، ولا يمكن أن يسمحوا بدولة أخرى يعني تطل على الأطلس نهائيا. يعني أصبحت فرنسا ولا بريطانيا ولا دول حلف الناتو كل بشكل عام لا تسمح بأي دولة تكون جنوب المغرب لها علاقة بإيران أو بروسيا أو بالصين أو الجزائر، لأن الجزائر مهما حاولت يعني تعدد الحبال كما يقال فهي لا زالت محسوبة على النظام الاشتراكي وعلى المعسكر الشرقي إلى آخر ذلك. هذه فرنسا دابا الآن يعني رجعت إلى مصلحتها ولا مصلحة حلف الناتو. إذن تقسيم المغرب يتعارض مع مصلحة فرنسا الآن لماذا مثلا فرنسا لا تريد الصلح
مثلا هناك انبطاح ديال الرئيس تبون لفرنسا، ومع ذلك فرنسا تتجنب هذه العلاقة مع الجزائر. لماذا؟ لأن هناك غموض في مستقبل الجزائر اقتصاديا سياسيا. اقتصاديا تعتمد على المحروقات في السنوات القادمة هناك بدائل لهذه المحروقات التي تصدرها الجزائر. المحروقات يعني البديلة إلى غير ذلك راه معروفة، الهيدروجين الأخضر والطاقة البديلة إلى غير ذلك من الأمور ربما هي قادمة، وأن الجزائر سوف تعيش في السنوات القادمة مشاكل اقتصادية. سياسيا تعرف أن هناك صراع بين الجنرالات ومشاكل يعني قادمة في الجزائر لا محالة. كما سقط قذافي وبشار سوف يسقط النظام الجزائري في السنوات القادمة يعني حتما، وإلا الجزائر ستنتهي كدولة، ليس هناك حل آخر. المسألة الأخرى عدم قدرة النظام الجزائري على التقدم، هو هذا يعني أن الجزائر أنها رغم الإمكانيات الموجودة عندها ما استطاعت تقدم، ما قدرت دير شي حاجة، لأن مستقبلها غامض إلى آخره. ننتقل إلى مسألة واحد نقطة أخرى، هو ضعف الشخصية ديال تبون. الضعف الشخصية ديال تبون تتجلى في عدة أمور، لأن الإنسان اللي بغى يصلح عنده أخطاء قديمة وجا باش يصلحها خصو يكون قوي، شخصية قوية قادرة على الاعتراف بالخطأ قصد بناء المستقبل. ما عندوش هذه الشخصية هو أصلا إنسان ضعيف تابع التعليمات ديال الجنرالات. ومن علامات مثلا الضعف ديالو، مثلا قال لبوتين الرئيس ديال روسيا، قال ان روسيا هي التي تقوم بصيانه الاستقلال في الجزائر. هذا الكلام ما يقوله حتى شي رئيس في العالم، رغم كان حتى اضعف دوله في العالم ما يمكنش تقول هذا الكلام. هو قال تبون. لماذا قال تبون؟ لانه انسان ضعيف شخصيا، حتى الجزائر ما يقبلوش، اي واحد ما يقبلش هذا الكلام هذا. حنا في المغرب بقى فينا الحال ان الرئيس الجزائري يقول هذا الكلام هذا، رئيس روسيا، كيف ما كان الحال مخوتنا مسلمين مغاربيين الى غير ذلك. حنا بقى فينا الحال هذا الكلام هذا يتقالوا. فينا هما المجاهدين، فينا هما جاهدوا الجزائريين، جاهدوا المغاربه، جاهدوا التوانسه، الماليين، كلشي جاهد باش نخرجوا الاستعمار. جات الان روسيا هي التي تقوم بصيانه الاستقلال في الجزائر. عيب هذا الكلام. المساله الاخرى الانبطاح ديال تبون ما يدل على انه ضعيف الشخصيه. انبطاح لفرنسا، لاسبانيا، لامريكا. امريكا ما قدرش يهضر معها حيت اعترف مغربيه الصحراء. فرنسا نفس الشيء، فرنسا تدفعو هو ينبطح ليها، هي تدفعو هو تينبطح ليها، بمعنى واحد النوع من الاهانه والذل الذي لا نحن في المغرب ويشهد الله اننا لا نقبله لاي رئيس دوله من منطقتنا الإسلامية صراحة يعني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحل يا أخي هو وحدة المسلمين. الحل هو ترجع المسلمين كامل وحدة، ويتفقوا ويديروا اقتصاد واحد ويديروا جيش واحد ويتفقوا وينعلوا الشيطان. هذا راه واجب شرعي، هذا واجب شرعي. كما الله سبحانه وتعالى وجب عليك الصلاة، وجب عليك الوحدة، وجب عليك أن تكونوا قوة. جعل المسلمين يتفقوا ويدافعوا على أنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.